الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء، أصدقاء القناة. طبعا زي ما قلنا الأمراض الوبائية أو الأمراض المعدية في الطب البيطري كتيرة جدا، في منها اللي بتنقل عن طريق الناموس، وفي منها اللي بتنقل عن طريق الهواء زي الحمى الكلعية. وطبعا من أخطر الأمراض اللي بتصيب الحيوانات هو مرض الجلد العقدي. طبعا ده مرض فيروسي بيتنقل عن طريق الحشرات الطايره، اللي هي الناموس مثلا. لازم يتحجن من حيوان لحيوان، او لازم ان الناموسه بتاخد الدم من هنا وتنقله للحيوان التاني. فده مرض فيروسي، وزي ما قلنا اي مرض فيروسي مالهش علاج، احنا بنعالج اعراض فقط لا غير. المرض الفيروسي مفيش علاج بيقتله. اهم حاجه بقى الوقايه خير من العلاج. احسن حاجه في الامراض الفيروسيه الوقايه. والوقايه بتيجي ازاي؟ بتيجي عن طريق التحصين. عشان كده نقول للناس حصن احسن لك. لما تحصن حتى الحيوان تجيله، حتى لو جاله المرض بعتره جديده او بصوره جديده متحوره، بيبقى عنده مناعه ويصد قدر الامكان، يساعدك. يعني الحاله اللي قدامنا ديت ففي مناعه فيها. انا جيت في يوم من الايام ولقيت صاحبها خلاص هيذبح الحيوان، وراجل وفرط رجليه الاربعه، قلت ارفع ايدك. فان شاء الله يعني ربنا كرمنا فيه وبدا يتعافى وبدا يطلع من المرض. فانا حبيت ان انا اصوره واتكلم شويه عن مرض الجلد العقدي. وده مرض طبعا زي ما قلنا الوقايه خير من العلاج. افضل حاجه فيه التحصين. الجرعه ب 10 جنيه، يعني مش مكمل حتى 8 كيلو فاكهه. فيا ريت اهم حاجه نهتم بموضوع التحصينات ده ضروري. وهنتكلم دلوقتي مع وليد، ده صاحب العجل طبعا، ويحكي لنا قصته ايه. كان في حد قبليه متابع او لا؟ هنحكي معاه. ازاي الحال يا وليد؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك يا دكتور. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام يا دكتور. اديله كام يوم العجل ده عيان؟ العجل ده بقى له حوالي 20 يوم يا دكتور. 20 يوم. تمام. قبليه انا كان في حد شغال ولا؟ كان في دكتور شغال وبرضه تعب ما تحسنش؟ تعب ما تحسنش. قعدت حوالي 5 ايام مع الدكتور اللي كان قبليك وما تحسنش. تمام. انا طبعا اول ما جيت لقيت العجل رجليه ورمه. العجل وكان المرض السيطر فيه يعني يا دكتور. كان ورم في صدره قدام ورجليه الاربعه، والحاله بقى ميؤوس منها خالص. وانت جيت لما رنيت عليك شفت انت انا دكتور كنا هنذبحه. تمام. لما ربنا وحضرتك انت قلت استنى على العجل وسيبوه بس وعالجت انت حضرتك وده الحمد لله. هو من فضل الله علينا. طبعا انا شفت الحالات دي كتير جدا، ومن واقع الخبره بتاعتنا الحيوان كانت رجليه ورمه وصدره كله وارم. وجيت لقيت الحيوان فارط الاربعه، وهم طبعا رنوا عليا يا دكتور احنا هنبيعه. وفعلا صدق يعني كان ابوه جايب السكينه وقاعد جنب العجل فعلا. يعني انا لو اخرت عليهم شويه كان ممكن يحللوه. هم مش هيبيعوه، هم كانوا يحللوه ويرموه. طبيعه الانسان المصري او الشعب المصري يقول لك حلل الحاجه ما ترميهاش، حرام، حللها وارميها. فهم طبعا ما كانوش هيبيعوه لان ده ما ينفعش اللحمه دي تتباع اساسا للناس. فالحمد لله رب العالمين طبعا طمنتهم وعالجنا له محاليل وريد. ورغم ان هو لسه يعني لحد دلوقتي لسه ان شاء الله ليه جرعه او 2 تاني، لكن الامور اتحسنت كتير كتير يعني جدا. فانتوا شايفين المرض ده عامل زي الطاعين، حب طالع عقد جلديه على سطح جميع سطح الجلد كله. طبعا بتبقى فيه صوره داخليه طبعا في الامعاء، بتعمل برضو مشاكل كتيره. ممكن تعمل اسهال مدمم، ممكن تعمل هبوط للحيوان. لكن فترة الحضانة بتاع الفيروس 21 يوم بياخدها الفيروس، بياخد ال 21 يوم كاملة. والكل الشغل كله بيبقى على مناعة الحيوان. لو مناعته قوية بيعدي ال 21 يوم دي بدون أي مشاكل عنده. لكن لازم تدي خفض حرارة، لازم تدي رفع مناعة، لازم تعلق له محاليل، لأنه في أيام بيقعد 3-4 أيام ما بياكلش. فطبعا لازم ان انا اغذيه بالمحاليل عشان يعوض قصه الاكل ديت او قله الاكل ديت. فطبعا عندنا وليد طبعا ربنا ان شاء الله هيخلف عليه. ان شاء الله العجل بقى كويس يا وليد، وان شاء الله الحمد لله يا دكتور. يعني حتى الورم اللي كان هنا انت شفته لما جيت كان حاجه ما تتشافش. لا الحمد لله الورم تمام، وبدات رجليه برضه تخف يا دكتور عن الاول، والحمد لله العجل بياكل دلوقتي وحنكه اشتغل والحمد لله. تقول للناس ايه يا وليد؟ طيب نقول للناس بالنسبه للتحصينات يستهموا بالتحصينات ويستهموا بالبهايم شويه، لان برضه غالي يا دكتور، غالي من كل حاجه، من علف لكل حاجه. والبركه في ربنا ثم فيك يعني يا دكتور. ونعم بالله. لا انا ما عملتش حاجه، ده هو ربنا سبحان الله توفيقه. هو ربنا يعني يا دكتور اراد انه ربنا يشفيه. ايد ربنا وثم ايدك انت يعني يا دكتور. ونعم بالله. طب بالنسبه للعلف انت بتعلف ايه لو في الامور العاديه؟ يعني بتعلف ايه؟ الامور العاديه انا بعلف علف مركز يا دكتور. بجيبه بتشتري علف مركز نوعه ايه؟ نوع والله انا يا دكتور اما يتباع بالشكاره كده؟ لا بجيب بالطن.
بالطن. الطن عامل كام دلوقتي؟ الطن 9000 جنيه بجيب. بتسعة. يعني انت جبت قريب بتسعة ولا رفع لا تاني؟ انا جايبه من حوالي 10 ايام. من حوالي 10 ايام ب 9000. 9000. طن مركز. واحد مخلط بايده على ايده. ده علف وبجيب عليه دقيق، اللي عارف انا بجيبه بجيب عليه دقيق بتاع رده وكده وبروكه عليه وبعلف بيه. يعني انت بتحط رده تاني على العلف اللي انت بجيب جايبه؟ رده عليها. ما قالكش مكوناته ايه؟ مكوناته بيبقى فيه صويا وشام اصفر وبذر قطن بتسعة. وعليه ادويه فتح شهيه بيحط عليه خلطات كده. حد يعني انت واثق فيه؟ واثق فيه. انا اتعامل جربت علفه قبل كده؟ 4 سنين 5 سنين ماشي معاه وعلفه ممتاز يعني. دول طب بتدي كام علفه العجول اللي زي دول؟ العجل اللي زي كده هو بدأ من 3 ل 4 الفات. 3 ل 4 الفات. تقريبا كام كيلو في العلفه؟ العلفه تقريبا 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص. يعني ياكل 10 كيلو في اليوم مش كتيره؟ ياكل 10 كيلو 8 كيلو 8 10 ل 8. 8 هو 2 كيلو 2 ونص من وزنه. 2 ونص من وزنه. يعني العجل عندما عدى 400 كيلو كده يا دكتور ممكن ياكل 10 كيلو في اليوم. تمام. كلامك كده صح. بعد ما يعدي ال 400 كيلو هو المفروض من 8 ل 10. من 8 ل 10 على اساس 2 كيلو ونص 2.5% من وزنه. بالظبط. طيب بالنسبه للعجول العلف دي انت طبعا بتبيعها هنا في السوق ولا بتبيعها للتجار عاديين؟ ببيعها للتجار عاديين يا دكتور. تديها للتجار عادي. الكيلو نفس كام؟ ما تعرفش كام النهارده؟ يعني معاك بيحكوا لحد 80 يعني. لا ده عدى ده عدى 88 كمان. 88. ما شاء الله. والمستورد بقى 101 على الله يا دكتور باذن الله. ان شاء الله ربنا يعوضك خير باذن الله. ان شاء الله. طب العجل التاني ديت طبعا العجل ده برضو تبع الاخ وليد طبعا من قريه بنغني زي ما احنا قلنا. دول ناس حبايبي وزبايني من زمان يعني وعشره. ده كان ليه قصه العجل ديت وهو صغير. يعني كان عنده التهاب رئوي. فاكر يا وليد؟ يا دكتور كان. فانا مش بنسى على فكره. انت بتنسى انا ما بنساش. حصل له التهاب رئوي بعد الولاده. كان التهاب رئوي بعد الولاده بحوالي اسبوع كده يا دكتور ووصل للموت كمان اللي قاعد لي دوا ويا ربنا يمد ايده وانت كمان يعني يا دكتور بصراحه الحمد لله والله. والحمد لله. ده العجل ده سلاله طبعا كانت امه عندنا هنا موجوده وكان فيها الجدره برضه من 3 4 سنين. كانت خدت الجلد العقدي من 3 4 سنين وربنا كرمنا فيها. فدي اول ولاده عندنا ليها صح؟ لا الثانيه دي. بسم الله ما شاء الله. النوع ده شايفين النوع ده كان جه مستورد زمان ما كانش حد بيقدر يمسكه خالص. بس هو طبعا الوقت استاذ صعب نجرب والله عليه. صعب جدا في المسك. خافوا جو. سلاله جميله. ده بياخد كام علفه ده ولي؟ ده يا دكتور حاليا انا بقول في ايام الربيع زي كده هو بدي علفتين. علفه الصبح بدري وعلفه المغرب وباقي اليوم بوكل ربيع. الله ينور عليك. يعني لحد دلوقتي انت ما دخلتوش علف رسمي؟ لا علف رسمي لسه ما دخلش. علفه الصبح وعلفه بالليل وباقي النهار برسيم. طب ده بتحط له برسيم قبل العايه يعني لو انت لو هو سريع؟ انا كنت ماشيهم على كده. كان نفس النظام. نفس النظام كده. ممكن في حاجه وصلت عندك 700 ولا ما لحقتش الوزن ده؟ عادي. اللي انت شفته بتاع الفرح ده كان 600. بتاع الفرح كان 650. وبرده خد دور ابن كلب صعب. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك لك يا وليد والله. ده بركه ربنا ثم بركتك يا دكتور. ودك معانا. تحت امرك في اي وقت. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له. حاجه كده تحفه يعني. شكرا يا وليد. عايزين نشوف الكرة بتاع الحاج فرحان يا دكتور بعد اذنك. باذن الله هنبص عليها ان شاء الله. ماشي يا دكتور. الف شكر يا حاج وليد. شاكرين يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم.